حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندي فطار، معزومه على الفطار يعني، ومحتاره البس ايه ومش عايزه البس حاجه تقليديه. قعدت افكر كده مع نفسي ايه اللي موجود عندي ممكن البسه. لقيت نفسي عايزه البس حاجه جديده، فافتكرت ان مامة صاحبتي ربنا يا رب يبارك في عمرها كانت عطياني 3 قماشات احلى من بعض. قلت طب ليه لا ان انا اعمل كارديجان وانزل بيه ويبقى حاجه مختلفه، وفي نفس الوقت يعني احس ان انا في حياه البني ادم، فاهمين قصدي؟ فتعالوا اوريكم كده القماشات اللي هي كانت عطيها لي. عطتني القماشه دي والقماشه دي، وفي قماشه تانية سودا، وعندي قماشات تانية والله هي برضو كانت عطيها لي. بس بصراحه انا متحمسه ان انا البس ازرق النهارده، مش عارفه ليه يعني ما عنديش يعني. ساعات كده في الوان كده برتاح لها واحس ان انا لا، النهارده انا عايزه البس على ابيض مثلا، النهارده عايزه البس على لبني، النهارده الازرق هيبقى حلو عليا، هي بتبقى نفسيات ما علينا يعني. فقررت ان انا اعمل بالقماشتين دول عبايه. تعالوا شوف ممكن اعمل ايه، وهعرف اعملها ولا لا، وهيبقى شكلها حلو عليا، وهيبقى الاوتفيت من الاخر يعني، ولا مش قد كده. تابعوا معايا. بس قبل ما تنسوني ونستيكوا وكل الكلام ده، ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوني سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. ويلا بينا نبدا ونشوف هنعمل ايه في العبايه. مستعدين تشوفوا العبايه؟ مستعدين تشوفوا اللي انا عملته والابتكار الفظيع اللي انا عملته؟ يعني بجد انا متحمسه جدا للعبايه دي، لان زي ما انا قلت لكم نفسي البس حاجه على ازرقات، نفسيتي جايه على كده النهارده. وبصراحه قعدت افكر طب انا اعمل ايه، دول قماشتين بس الاتنين لايقين على بعض جدا. ففكرت بصراحه ان انا اعمل الجزء الاولاني اللي من هنا باللون الازرق، والجزء المشجر هو اللي يبقى موجود في العبايه من ورا. قلت بس مفيش ربط هيبقى بين الاتنين، وانا عايزه اعمل ربط بين الجزء الاولاني والجزء التاني. ففكرت ان انا اخد جزء من المشجر اللي موجود في العبايه من ورا، واعمل بيه جيبين علشان احس ان في ربط بين الجزء الاول والجزء التاني، ويبقوا ماتشنج كده مع بعض زي ما بيقولوا. تعالوا شوفوا لو متحمسين زي ما انا متحمسه تشوفوا النتيجه. قولوا لي رايكم ايه بمنتهى الصراحه. اول حاجه انا عملت ايه، جبت الجزء الاولاني ده مع الجزء التاني، ورحت يعني اسمها بالنص هنا، بالنص بالظبط، وعملت حردة بسيطة، وما عملتش قصة عند الكم، هي زي ما هي، فاهمين قصدي؟ ورحت قايسة هنا 30 سنتي، ورحت قافلاها للاخر، ورحت عملت الجيبين زي ما انتم شايفين. طبعا انا بصراحة عايزة اجهز والبس كامل الاوتفيت معاكم عشان تقولوا لي رايكم ايه، لان كده مش واضحه يعني، الفكره مش واضحه. فهرجع اوضح لكم اكتر وانا لابساها، فاهمين قصدي؟ اجهز وارجع لكم. تعالوا كده شوفوا لما جهزت كده العبايه واضحه ولا إيه؟ شايفين الجزء المشجر كله اهو ورا، والجزء الازرق الساده عملته كده اهو من قدام، ما فيهاش اي حاجه، عبايه ما فيهاش ولا اي حاجه، ولا تستاهل الرقم المبالغ فيه اللي احنا بنشوفه في المحلات ده. وعملت الجيبين دول على اساس ان انا اعمل ماتشنج بين القماشه اللي ورا وبين القماشه اللي قدام الساده دي، ولبستها على وايد ليك جينز وايد ليك، وكوتشي ابيض زي ما انتم شايفين، ومسكت الكلاتش كده باللون الابيض علشان الطرحه باللون الابيض هي والتوب. ايه رايكم؟ حبيتوا معايا العبايه؟ ايه بقى عملت فيها ايه؟ اول حاجه حطيت القماشه الاولانيه على القماشه الثانيه كده، جبت قست بالمازوره، جبت النص بالظبط، ورحت قصه القماشه اللي انا هقصها اللي هي الجزء اللي عندي من قدام. حلو. وبعد كده قست 30 سم، ورحت قافله من هنا وقافله من هنا للاخر، بس كده. هي دي العبايه ولا في اي مشكله. ومسكت الجزء من اللي ورا يعني قماشه باقيه، ورحت عاملاها جيبين زي ما انتم شايفين كده، ولا احسن ولا اروع. وبكده اكون جهزت علشان انزل اروح الفطار وانا لابسه حاجه جديده، وفي نفس الوقت ما اتكلفتش ولا اي حاجه. طبعا حطيت الحلقه ده على اساس بقى ان انا ايه، افرفش شويه. ايه رايكم؟ طبعا ولبست الساعه مع شويه الحركات والتكات مع هنا برضو. ايه رايكم؟ بصراحه انا متحمسه للعبايه جدا وحباها جدا، وانتظروني ان شاء الله هعمل عبايات تاني. وفي عبايه هاخدها من بابا وعبايه هاخدها من ماما، ما انا مش هسكت كده يعني، انا مش هينفع ان يجي رمضان وما طقمش بقى والبس كفتان والبس عبايه والبس الحاجات دي، فاهمين قصدي؟
مستنيه رايكم في التعليقات، تقولوا لي فعلا العبايه حلوه، عرفت اعملها ولا لا، ولايقه عليا ولا لا. بحبكم قد الدنيا بحالها، وبس ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير وكومنت حلو كده زيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. بحبكم قد الدنيا بحالها. باي باي.